بص بقى، في حاجه اسمها والآن. طبعا انت عارفهم وشفتهم كتير، بس لازم اعرفك ان الاتنين دول بيساووا يعني 1. يعني لما اقول لك a car معناها 1 car. a boy معناها 1 boy. a girl معناها 1 girl. an apple معناها يا مستر بس هو ايه ان ابل؟ يعني انت بقى عمال تقول لي ومره واحده جاي تقول لي ان ابل. تعالى الموضوع شكله هيطول معانا. بص، ما انا عندي وان. طب امتى بجيب وامتى بجيب الان؟ على يعني حاجه هي بتحددني اسمها الفاولز، الحروف المتحركه. كم حرف يا مستر هم؟ A I O U E. وانا غتاته بحط معاهم حرف الواي وبعدين نبقى نتكلم في القصه دي. طيب يا مستر، في حاجه اسمها فاولز اهي. طب التانيين بيقولوا عليهم ايه؟ بيقولوا عليهم كونسونانت، سواكن، يبقى متحرك وساكن. طيب لو الكلمه بادئه بفاول بحط ان، لان كلمه ابل بدات بحرف الاي اللي هم من الفاولز، فقلت ان ابل. زي ايه تاني يا مستر؟ ان اورنج، ودي معناها 1 اورنج، برتقانايه. وبص قلت ايه؟ اورنج، ما قلتش اورنج. اورنج. اوكي، يبقى ان اورنج عشان ايه؟ بدات بالاو. ده هياخدني معاك كده لقصه تانية، ان في كلمات بتبدا بفاول وباخد معاها في حالات شاذه، بس انا مش هقول لك دلوقتي. يعني لسه بادئين من تحت، وما قايل لك الشواذ، لا اعرف بس دول من الاول. يبقى ايه؟ يبقى الموضوع بسيط خالص. اعرف الفاولز A I O U E، وبعدين اشوف بقى كلمه بادئه بالا تاخد ولا طيب ما تجيش في المطلق تقول لي I saw girl، انا شفت بنت. الجمله دي غلط. طب يا مستر انت فزلوكه. شكرا يا سيدي والشكر يا مستر. ما انا فهمت الجمله خلاص. طب ما تفهمها صح، طب ما تقولها اصح، طب ما تخليش واحد فزلوكه زي يعلق عليك. انا مش فزلوكه، بس انا قلت اقول لك يعني. بس ما تقول يا عم مش هي بنت واحده؟ قول لي I saw a girl. عايز اقول مثلا she ate apple. فزلوكه يجي ينفع؟ ليه؟ ما هي تفاحيه واحده. she ate an apple، يعني تفاحيه واحده. طيب يا مستر هو ايه بقى؟ طب يعني لو انا قلت I saw a girl، ولو انا قلت I saw the girl، ايه الفرق؟ بسيطة دي. يعني انا شفت بنت وخلاص. yesterday I saw a girl، انا امبارح شفت بنت. لكن قلت لك I saw the girl، انا شفت البنت. البنت اياها، البنت اللي كانت بتعمل حاجة معينة، البنت اللي كانت لابسة فستان احمر، البنت اللي ضربت صاحبتها، البنت اللي انا وانت عارفينها. فهنا بحدد بنت بعينها. طيب لو انا جيت اقول لك مثلا my dad bought a car. my dad bought a car ولا my dad bought the car؟ ايه الفرق؟ هنا بابايا اشترى عربية وخلاص، مبروك يا سيدي. هنا بابايا اشترى العربية، ايوه العربية الحلوة الحمراء الغالية اللي عاملة كده، هي دي عربية انا وانت عارفينها، فاهم؟ فهنا ده كار عربية محددة، هنا كار يعني عربية في المطلق. خلاص سهلة صح؟ طيب هتيجي بقى لقصة ثانية خالص، تقول لي احنا قلنا ان وان بتساوي 1 صح؟ فيجي بس حد يقول لي ايه؟ طيب يا مستر اقول مثلا I ate a pizza. كده هنخش بقى في قصص. بص قصص غريبة. مثلا قول لي مثلا she ate a rice. لا، ده درس بقى تاني اسمه الكاونتبل والانكاونتبل، او المعدود غير معدود، اشرحه لك بشكل
انت دايما هتلاقي كده حاجات لا بتاخد ولا ان ولا ده ولا الكلام ده كله. انشحه بقى باستفاضه وركز معايا. شير للفيديو السلسله كلها، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وركز في الفيديوهات الجايه عشان كلهم مرتبطين ببعض. وبس كده خلاص. اصبر اصبر. ممكن تاخد معايا كورس على فكره عادي، نطق، جرامر، محادثه، تاسيس، اطفال، كبار، ترابيزات بلياردو وبنج، اي حاجه. لا بجد ترابيزات بلياردو وبنج ده حقيقي قريب، اصبر عليا.